بسم الله الرحمن الرحيم. أقدم الآبار في المملكة العربية السعودية ولا زالت حسب معلوماتي أولا بير زمزم، فعندما نبعت تحت أقدام إسماعيل عليه السلام قبل 1850 قبل الميلاد، ثم أشير إلى موقعها في زمن عبد المطلب جد الرسول، وحفرها قبل ميلاد النبي ب35 سنة، عام 575 قبل الميلاد، وتقع شرق الكعبة ب21 متر، وهي تنبع من 3 منابع وتختلط داخل البير، ولا يكون لها ميزة وبركة ويكون ماء زمزم حقيقي إلا إذا اختلط المنابع داخل البير، فسبحان الله رب العالمين، وهو ماء فيه بركة وعلاج ودواء. ثانيا بير الروحاء، يقال أن النبي موسى شرب منها وحفر مكانها إبراهيم عليه السلام قبل 1800 عام قبل الميلاد، ومعروفة من عهد الرسل، وجدد حفرها النبي صلى الله عليه وسلم ولا زال فيها الماء، وهي تبعد عن المدينة 80 كيلو غرب المدينة المنورة في هبت، طريق ينبع غرب جبل ورقان. ثالثا هداج تيمة، وقام بحفرها نابونيد ملك بابل آخر ملوك الإمبراطورية البابلية، حكم 17 سنة، وقام في تيماء 10 سنوات لأسباب دينية، وحفر بير هداج تيمة قبل 600 سنة قبل الميلاد، وهي أكبر وأوسع فوهة تسع 77 ثانية بالإبل، ولا زالت وفيها الماء، ويضرب بها المثل في الكرم وسعة العطاء، فيقال هداج تيمة. أبو شهاب العوفي.